أنا متأكدة إنكم سمعتوا في الأخبار إن الأكل الصحي المفروض يكون صعب، بس إيه رأيكم لو قلت لكم إنه ممكن يكون سهل ولذيذ ومرن تماماً؟ تعالوا مع بعض نشوف يومي في الأكل المرن وإزاي يغير لي كل حاجة. خلونا نبدأ بالفطار. بيض مقلي في شوية زيت زيتون ورشة بصل أخضر وشريحة عيش بلدي من بتاع الفرن. وكمان فراخ مشوية، لأنه أيوة ما تستغربوش، أيوة ممكن تاكل فراخ في الفطار. بعد نص ساعة بحتاج حاجة تفوقني، فده وقت قهوة البروتين لبن وشوت قهوة قوي وتقليبة سريعة، مش محتاجين سكر. قبل الغداء باكل سناك فراولة طازجة ومعاها سكوب بروتين شيك باللبن. مضادات أكسدة، فيتامينات وبروتين، كله تمام. الغداء هو أكبر وجبة عندي، كمية كبيرة من الخضار وممكن كفتة بيتي وساعات ساندويتش. الأكل المرن يعني مفيش حاجة ممنوعة، بس المهم نظبط الكميات. جوعت بعد الظهر، شوفان مقرمش أو زبادي بالشوفان، ولو جعت بالليل بعمل مشروب صحي ولذيذ. السر الاستمرارية مش الكمال. أبدأ بسيط، أطبخ بذكاء وما تخليش التفكير الزيادة يوقفك. جربوها، اشتركوا في القناة وقولوا لي نتائجكم تحت في التعليقات. حياة صحية، طاقة إيجابية، يلا بينا نعملها.